السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم من مصر في فيديو جديد بمناسبة شهر رمضان الكريم. قررت اديك في الفيديو ده طريقة عمل الكنافة الجامدة دي معاك في البيت واحسن من المطاعم كمان. وفي الفيديو ده مش هديك طريقة واحدة، لا دول طريقتين: طريقة لعمل الكنافة العادية وافضل من المطاعم، وطريقة لعمل الكنافة الدايت وتقدر تدخلها معاك في الدايت وصحية جدا وكمان افضل من المطاعم يا باشا. وتابع معايا الطريقة خطوة بخطوة. هتبدأ تنزل ب 200 جرام كنافة متجمدين ومفرومين كويس قوي ناعم زي ما انت شايف كده، وهكتب لك في اول تعليق المكونات لنص كيلو لان غالبية الناس هتعمل نص كيلو. وزي ما انت شايف كده هننزل عليهم ب 20 جرام سمنه او زبده متسيحين، ونبدا نقلب الكنافه لحد ما السمنه تغطي الكنافه كلها زي ما انت شايف كده. وبعدين تنزل عليهم ب 12 جرام سكر دايت او عادي، المهم يكون مفروم ناعم، وده اختياري فقط للون والقرمشه يا معلم. بعدين هتنزل عليهم بظرف فانيليا زي ما انت شايف كده وتقلبهم كويس قوي. عايز الخليط كله يبقى جزء واحد ومتناسق زي ما انت شايف كده يا معلم. وبعدين بقى يا معلم هتجيب 4 جرام سمنه او زبده متسيحين وتدهن بيهم الحله بتاعتك كويس قوي، ودي كانت حله مقاس 18 او 20 زي ما انت حابب السمك. بعدين تنزل عليهم بالكنافه ولازم تكبسها كويس قوي. دول كانوا كميه ال 200 جرام، وفي النهايه تقريبا هيعملوا معاك حوالي 300 جرام. لكن انا في اول تعليق هكتب لك المكونات للطريقه الصحيه والطريقه العاديه للنص كيلو. وزي ما انت شايف كده هتكبسها كويس قوي وتدخلها الفرن على درجه حراره 200 من نص ساعه ل 40 دقيقه على حسب انت بتحب درجه القرمشه ازاي واللون ازاي يا باشا. وعلى بال ما الكنافه تستوي هنبدا في مكونات الشربات. هننزل بكوبايه من الميه في حله زي ما انت شايف كده، وننزل عليهم ب 35 جرام سكر دايت او عادي زي ما انت شايف بالطريقه دي. وبعدين هننزل عليهم بعصره ليمون و10 جرام عسل نحل، وتقدر هنا تنزل برشه فانيليا اختياري بس انا ما حطيتش. وهتسيبهم يغلوا 10 دقائق لحد ما يتسبكوا، لان شربات الكنافه يعتبر من انواع الشربات التقيله. وبرده زي ما قلت لك في اول الفيديو اني هكتب لك المقادير لنص كيلو من الكنافه من الطريقه الصحيه والطريقه العاديه يا معلم. وبس كده ده شكل الكنافه بعد ما طلعت من السوا، وهتعرف ان هي استوت لما الاطراف تبدا تحمر كده. وبعدين هتنزل بالشربات على الكنافه، ولازم الشربات يكون ساقع والكنافه تكون سخنه. والكنافه الناجحه بتتعرف لما بتلاقيها بتشرب الشربات بسرعه جدا زي ما انت شايف كده. بعدين هتبدا ان انت تقطعها، والكميه دي عملت معايا من 9 ل 12 قطعه على حسب حجم القطعه اللي انت عايزها. وسعرات القطعه الواحده تقريبا حوالي 80 سعره حراريه، وتقدر تدخلها معاك في الدايت بكل سهوله. وهيظهر لك في اول تعليق او على الشاشه سعرات ال 100 جرام منها من الطريقه العاديه والطريقه الصحيه مع كوبايه الشاي بتاعتك يا معلم بعد الفطار. هيبقى معاك الكنافه الجامده دي وتقدر تاكلها وافضل من المطاعم كمان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.